نطالبوا بارجاع موغني وكنطالبوا بالحقوق ديالنا تحقق كاملين لهاد العمال هادو اللي كاينين. صافي هذا هو اللي كاين. المهم عندنا هو ان الكتيب يرجع لعندنا، يرجع لنا الكتيب والغاء العقود. ماشي بنادم يخدم حتى هي في الاخر يتم غادي لا شيء والو. احنا بغينا نعيشوا واحد العيشه اللي مزيانه ومرتاحين، ماشي نتعرضوا للطرد ونتعرضوا للتعسف ونتعرضوا لبزاف ديال الحوايج، ومن ضمنهم الكتيب. 11 شهر هو جالس برا، ما معناها شنو؟ علاش خصنا نعرفوا علاش هذاك الكتيب جالس برا، لأنه طالب بحقه. هذا هو اللي راني نقول أنا، وتنوصل هاد الهضرة للمسؤولين الكبار كاع. صافي. الأخ قول لنا شنو دارك؟ دار عدة مسائل اللي كلشي كنتعرضوا ليه، يعني حنا بحال اللي ما هاد الناس اللي كيما قاطعين يسار حنا ما خدامينش معاهم، هاد الناس كنخدموا نخرجوا معاهم حتى بشي نتيجة. وحنا دابا داخلين 11 شهر وحنا داخلين معاهم في المعركة باش يعطيونا الناس حقنا وهما كيسمعوا علينا. اليوم غدا حقا، وكل مرة كيجروا فينا واحد كيبغيو يرشيو، وكل مرة كيجروا لنا جوج ثلاثة كيبغيو باش تيحاولوا ما أمكن باش يفركسوا لنا المجموعة. الناس اللي هما معتمدين على حقهم وباغيين حقهم. هذا الناس هادو ما بغاو، ودابا حاليا هاهما شادين لينا الخلاص باش نجوعوا ونملوا بعضياتنا. واليوم 10 في الشهر. هاد الناس هادو ما بغاوش كاع، الصفة ديالهم هما يا اشنا هما الله اعلم. الناس ما كيعترفوش بحق الانسان وبحق الانسانيه كما قلت في الحياه ديالها. وشكرا. شكرا. اخ حميد زريده، قول لنا من بعد ما دارت النقابه شنو داروا هاد الناس؟ الناس كيتماطلوا علينا، عام حنا كنديروا النقابه كيتماطلوا علينا. سيدنا قال لك النقابه حق مشروع، هما كيتماطلوا علينا هاد الناس. ما قلناش لهم عطينا النص في الشركه ولا عطيونا حقنا ويرجعوا لنا الكتيب ديالنا. ما بغيناش نقسموا معنا الشركه ولا يعطيونا الارباح كامله ولا يعطيونا الجزء قليل من حقنا. حنا ماشي قلنا لهم يعطيونا، يرجعوا لنا الكتيب، يرجع المطرود، الغاء العقود. حنا باش نعرفوا راسنا واش حنا خدامين، ما يبقاش بنادم مهدد بالطرد وبالتشريد بزاف الحوايج يبقى مهدد بهم. وشكرا. شكرا. تنطالبوا بالحقوق ديالنا، تنطالبوا بالكتيب والالغاء العقود والحق ديالنا جميع العمال. شكرا. قول لنا خويا شنو كيتمارس عليكم، شنو المشاكل ديالكم، شنو اي حاجه؟ حنا نطالب بحق ديالنا في العمل النقابي داخل شركه الايتي ميتالورجي، وتنطالبوا بارجاع الكاتب والغاء التعسفات اللي تتمارس بحق الشغيله داخل شركه الايتي ميتالورجي. شنو كيتمارس عليهم؟ بغينا نعرفوا شنو كيتمارس عليهم. بزاف ديال الضغوطات والطرد، وتنسكيو الكلام ديال جلالة الملك اللي جا في 9 مارس اللي اكد على اثره ان النقابه حق مشروع تنطالبوا بالكاتب ديالنا. حقكم هذا سيدي، حقكم. الاخ قول لي شنو هي المشاكل ديالك، شنو كيمارس عليك؟ مدة طويلة من ضغوطات والطرد التهديد وعدم اعتراف بالنقابة وطرد الكاتب. ثم من هاد المنظر كنطلبوا بهم يلبيونا جميع الحقوق ديالنا. والسلام عليكم. شكرا. سي ميلود قول لنا شنو حاجة. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة حنا كنطالبوا بجميع الحقوق ديالنا. أول حاجة هي ما عندناش لاسيرونس، ما عندناش الميتيال، وما عندناش قبطية صحية. هاد السيد تيقطع لنا بالأطنان ديال القطاعات، ومني كندفعوا الدواء ديالنا ولا شي مرض ولا شي هذا ما كاين حتى حاجه. لهذا باش درنا النقابه. هذه النقابه تحمينا من اجل الحقوق ديالنا، من اجل الترسيم، من اجل في اللحظه اللي درنا النقابه طردوا لنا الكتيب ديالنا. هذه مده ديال 11 شهر حنا كنطالبوا به باش يرجع، ما بغاوش يرجعوه ليه. وهاد الناس دايرين فينا ما بغاو. كيتم الطرد ديال هذا الكاتب ديالكم؟ من النهار اللي توقعت النقابه في 2011 شهر 5 طردوا لنا الكاتب ديالنا. النهار اللي درنا النقابه. كيفاش كان الطرد؟ كيفاش تم الطرد؟ دار الكاس، عرق
كان خدام كذا هذه جا حي الكاس باش يتنفس شويه قولوا باننا حيدوا له الكاس لان انت كتبقى خطا جسيم. اي بالنسبه الاحترام ديال السيكوريتي ولهذا باش طردوا طرد تحسب. اخ بن عنشر قول لنا شنو ممارسات من نهار بدات النقابه، شنو هما الضغوطات اللي نزلوا علينا، شنو هما المشاكل، شنو هما وشنو ناويين حنا نديروا حاليا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، المشاكل اللي كيعانوا من العمال ديال لايسي هي مشاكل ماشي نقول لك هي مشاكل صغيره ولا مشاكل بالاطنان. نحن كنا كنمارسوا في هذه الشركه الميطالورجي كاين بعض الاخوان 10 سنوات 8 سنوات 7 سنوات 5 سنوات اتجهنا كنا كنتمارس لنا عده ضغوطات. كتصور انسان تيكون خدام في شركه 10 سنوات في وقت كيجي وتيقولوا سير الله يعاونك، واش هذا الانسان فاش يخدم راه خدام في شركه. ملي وقع لنا هذه المسائل هذه اتجهنا حنا وجماعه بعض الاخوان بغينا باش نحميو انفسنا من هاد الضغوطات اللي كتمارس علينا. مشينا اتجهنا المكتب بغينا نديرو نقابه، اتجهنا الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. ملي توجهنا شكلنا مكتب، وصل الاعلان للشركه اللي حنا كنعاملوا فيها بالله راه تكون مكتب نقابي. دونك ملي تكون مكتب نقابي المسؤولين ديال الشركه شدوا كيخطوا شي خطه انه باش يشتوا هاد النقابه هذه، وما كيديروا هنا النقابه في المغرب حق مشروع خايو دايروا خطاب ديال جلاله الملك. ملي شنو بقى كيديروا مشاو كيقلبوا على الكاتب، وقت اللي لقاو الكاتب شدوا الكاتب خدام. كان ديك الساعه كان النهار ديال الصهد بالضبط، انا باقي عاقل. الكاتب خدام عرق مسح العرق ديالو بهذه الطريقه هذه، حيد الكاسك مسح العرق ديالو. انا ديجا كانت هذا الشيء موجد ليها ان هذه المساله ديال الكاسك غير سبه ان هاد الناس هادو مخططه لا اي حاجه عليها. دونك اش داروا؟ انت ارتكبتي خطا جسيم. واش انسان عباد الله كيحيد الكاسك خطا جسيم؟ طردوا لنا الكاتب. دونك ملي طردوا لنا الكاتب بدات الضغوطات على المكتب. اشنو كتقول مدونه الشغل؟ كتقول مدونه الشغل انسان كيخدم في شي شركه عنده الحق في الكونترا الاولى، الكونترا الثاني، الكونترا الثالث عنده حق في الترفيه. هذا قانون. كتقول مدونه الشغل. حنا كنتفاجئوا هذا الشيء ما كيطبقش بتاتا، ما كيطبقش هذا الشيء. هذا الشيء غير مجرد هضره. هذه حنا كنطالب بالعيش الكريم، حنا ما كنطالبوش بشي حاجه، كنطالبوا عندنا الحقوق بسيطه بالنسبه لنا لهذا الشيء اللي كنخدموا في هذه الشركه، وبحكم الحجم ديال الشركه الحقوق ديالنا بسيطه. كنطالبوا اول حاجه رجوع الكاتب، انا ما دارش شي حاجه اللي خصها دار. السيد هكاك جاو نزلوا لها باش يشتوا النقابه، وكنطلبوا من الحقوق ديالنا تسليه الوضع ديال العامل والغاء العقود. حيت الناس كما كتقول مدونه الشغل، ان هذا الشيء مدونه الشغل كتقول في حاله الا كان انسان في شركه يلاه باديه عندها الحق انها باديه تخدم معها 6 شهور، كيخدم 6 شهور ممكن الانتاجيه ما تمشاش ديك الشركه واخا. اما حنا كنشتغلوا بشركه عده سنوات، الشركه تاسست عام 1957 والناس حنا كنشتغلوا معها اكثر من 10 سنوات. والمرحله الثانيه كتقول لك مثلا حنا ماشي كنشتغل في الفلاحه، ماشي كنشتغلوا في فيرما كما كتقول مدونه الشغل. شنو كتقول لك؟ انسان الا كان كيشتغل في المرحله ديال الفريز متفق معاك. شنو كتقول هذه الحاله هذه؟ كتقول الانسان المنتوج ديال الفريز كتكون عنده واحد الموسم سنوي. انسان عنده الاموال ديال 50 واحد، هذه 50 واحد كتستعملهم ديما، ولكن وقت اللي كيوجد الانتاج ديال الفريز كيخصها الاموال اكثر. ممكن تدخل 200 واحد كدير معاه كونتر ديال 6 شهور، ولكن حنا كنستغملوا. كاين اللي خدام من الاخوان هنا من 2002 والى متى تخدم طومبول. دابا شنو كتطلب من المسؤولين؟ حنا كنطالبوا من المسؤولين ومن السلطات ومن جلاله الملك ان يتدخلنا في هذه المساله هذه، ورجوع الكاتب ديالنا ويعطيونا الحق ديالنا ويلغيو العقود. ما كتطلبش شي حاجه. وشكرا. شكرا. الاخ وحيده، من بعد ما دخلتي كنعرفوك انك مرسم، من بعد ما دخلتي النقابه مارستي الحق ديالك، تم عليك تعسفات وبغيناك تعاود لينا شنو طرا من الاول. خويا هاد الناس هادو انا قديم معاهم من 2004، انا رسمي مع هاد الناس. ومن درست القضيه سيدي وقعت لي حادثه شغل، تضربت في رجلي ضربني الضوء. لما ضربني الضوء داروا لي سيدي التماطول، داروا لي فلاطات، وانا ضربني الضوء داروا لي انا تنطيح كريسي. وانا سيدي رسمي مع الشركه لان تنعرف الشركه مزيان
وهاد الناس هاد النقابين على حق، هاد العمال ديال النقابه على حق، وسيدي دخلت معاهم لان هذوك الناس ضيعوني في حادثه شغل سيدي، وشريت فيها الدواء بزاف ولقيت تماطول ولا كلينيك ومشاو وين تيديروا الشغل ديالهم، ولهذا اتجهت لهاد الدراري هادو ولقيتهم على الحق ديالهم، وانا تنطالب حقي وما مخلص حتى شي حاجه. قول لي التعسفات اللي طرات لك فاش عرفوك بانك دخلتي النقابه. التعسفات سيدي باينه واضحه لان الناس تيديروا تماطل. شنو داروا لك؟ انا بخباري هضر عليك. هبطوك من التحت وكيفرضوا عليك شي حوايج كنتي تدور نتايا وبغاو حيدوا لي الماتيريال ديالي وهبطوني لتحت باش نخدم مانوفر، يعني مانوفر لا شيء، وانا سيدي سدور عندي في الفيشتي بي سدور، وناضوا حيدوا لي وتيديروا سيدي الطماطم. عندك الباب؟ عندي الباب، عندي كل شيء، ولهذا اتجهت للدراري لقيت الدراري على حق. وهاد الشركه هذه اش نقول لك، لا ما عندي ما نقول لك، هاد الشركه دير تماطول بالاداره ديالها بكل شيء، وهذوك الرسميين اللي خدامين، هاد الرسميين اللي خدامين كلهم تيخافوا لان الضغط عليهم، يعني مستحيل يعني تيفرضوا شي حوايج عليهم مستحيل، ولهذا تيطلبوا مني انا نمشي نسيني ضد النقابه، نمشي نسيني في الادارات ضد النقابه، ولكن انا ما تنبغيش نمشي نسيني. شكرا الاخ وحيده. بويدا قول لنا شنو. اخوان بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتشوفوا هذه الوضعيه المزريه ديال الاخوان اللي كيمارسوا هذا العمل في هذه الوحده الصناعيه منذ سنوات، وما محرومين من جميع الحقوق ديالهم، وهذه الحقوق هذه اللي هي حقوق مشروعه كينص عليها الدستور، كتنص عليها مدونه الشغل، وهذه اشياء اللي يعني ماشي من المستحيلات اللي ما يمكنلهاش باش تطبق ولا شي حاجه. صافي الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو ديال 9 مارس كيندد بالنقابه ل3 مرات في الخطاب ديالو، ان رجعنا الى التسجيل ديال الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو، كيندد بالخطاب ديالو 3 مرات على النقابه. وهذه النقابه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه كتخلق، النقابه في حد ذاتها تضامن العمال مع الشركه لسير قدما نحو الانتاج، نحو الرفع من الانتاج، نحو مسار يعني مثمر لا بالنسبه للعمال ولا بالنسبه للشركه، وكنتمناو ايجاد حلول يعني منطقيه بدون اي تخليف اي شيء من الضغوطات من الاضرار لا نفسيه لا للعمال ولا الشركه. حنا الشركه هي شركه حنا عشنا فيها كبرنا فيها، يعني كنكتسبوا القوت ديالنا منها. هذه اشياء اللي ما ماشي شي حاجه اللي هي غير ممكنه باش تحقق او لا غير ممكنه باش تطبق. هذه اشياء يعني كتطلب غير العقل والجلوس والاسراع في ايجاد الحل. يعني النقابه ما جاياش باش تخرب الشركه ولا تقطع عليها. على حد العلم ديالي وكما كنشوف بعض الاشرطه الوثائقيه في بعض الاذاعات، فالنقابه شحال من نقابه وقفت شركات وقفت على الافلاس. النقابه كانت هي المساهمه الاولى في ارجاع السمعه للشركه، فالنقابه ماشي نقابه يعني تمارس الشغب، النقابه هي بحد ذاتها مشروعه قانونيه كيندد بها سيدنا الله ينصرو. يقول لك ان كنطلب من الاخوه والمسؤولين ايجاد حل سريع لهذا المشكل وارضاء هذا العمال وارضاء حتى الشركه بنفسها وايجاد حل منطقي. شكرا الاخ. على الزينة وحتى الزينة هاي الزينة ديالينا، 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 على الزينة وحتى الزينة هاي السمعة ديالينا، على الزينة وحتى الزينة هاي السمعة ديالينا، على الزينة وحتى الزينة هاي السمعة ديالينا.